العمره ليها 4 اركان لازم نعملهم كاملين، ما ينفعش يسقط منهم واحد، لانه لو سقطت العمره. الركن الاول وهو ركن الاحرام، طبعا كل واحد من وقت ما بينوي العمره في بيته بيغتسل ويتطيب. الركن الثاني في العمره وهو الطواف، طبعا الطواف 7 اشواط حوالين الكعبه، بتبتدي بيكون على شمالك الحجر الاسود. الركن الثالث من اركان العمره وهو السعي ما بين جبل الصفا والمروه. طبعا من السنه ان في ضوء اخضر لما بتيجي الرجاله بتسرع عنده تعمل هروله، الهروله دي اللي هي المشي السريع لكن مش بتجري، والسيدات بتمشي مشي معتدل عادي ما فيش اي مشكله. في دعاء مستحب ان هو يتقال في السعي: رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت الله الاعز الاكرم. الركن الرابع من اركان العمره وهو الحلق او التقصير. طبعا بالنسبه للرجاله الرسول عليه الصلاه والسلام دعا للناس اللي حلقت 3 مرات ودعا للمقصرين مره واحده، فخليك من الناس اللي تكون حلقت عشان ما تضيعش اي اجر من اجر عمرتك. بالنسبه للسيدات بتجيب شعرها بالكامل على في اتجاه واحد على كتفها، وبتاخد من الشعر كامل قد انمله الاصبع من 1 ل 2 سم، ولازم تكون من الشعر كامل. وطبعا ما حدش يخرج من الساعه يقول انا لازم احلق معاكم لحد ما تروحوا فندقكم او تروحوا السكن بتاعكم وتبقوا في الغرفه. ما ينفعش المناظر اللي بنشوفها ان يبقى السيدات واقفه بتظهر شعرها او تقلع طرحتها عشان تقصر معاكم. سماحيه لحد ما توصلوا فندقكم عادي، بس بيبقى عليكم كل محظورات الاحرام لحد ما توصلوا جزء اللي هو من شعركم. ويرزقكم القبول يا رب العالمين. ما تنسوش قبل اي حاجه ان نيتك هي اللي بتصلح عملك، فصفوا النيه قبل ما تيجوا العمره عشان ربنا يتقبل كل اعمالكم يا رب العالمين.